ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كلنا بنبقى مستغربين ازاي ناس اغنياء معاهم مليارات زي بيل جيتس وايلون ماسك ورغم كده لسه بيشتغلوا ليه؟ ما انت عندك وقت فاضي ممكن تعمل فيه اللي انت عايزه، لكن الحكاية مش زي ما انت متخيل. حياة الاغنياء اللي مليانة وقت فاضي مش سهلة، بعد فترة بيكون هيموت من الزهق، وده عكس طبيعتنا كبشر. احنا دايما بنحب نقوم ونتحرك ونعمل حاجات، فبيعمل شغل لنفسه زي ما ايلون ماسك قال ان عنده مصنع وبيبات فيه. كمان الأغنياء عندهم فلوس كتير، والفلوس مرتبطة بالقوة، فبيكون عندهم سلطة ونفوذ وكلمة مسموعة، وأكيد مش هيتخلوا عن الحاجات دي بسهولة. الطبقة المتوسطة والفقيرة بتشتغل علشان الفلوس، لكن الأغنياء خلاص الفلوس موجودة، لكن بيشتغلوا عشان السعادة. السعادة في إنه يشتغل في الحاجة اللي بيحبها، يعمل صفقة وتنجح فبيكون سعيد. في أغنياء كتير بيدوروا على معنى لحياتهم من خلال المشاريع الضخمة اللي هما بيعملوها. خليك عارف ان الاغنياء بيخلوا الفلوس تشتغل عشانهم، يعني بيكسبوا فلوس حتى وهم نايمين، عكس الطبقة المتوسطة والفقيرة اللي بتكون عايشة في امان وهمي، وفاكرين ان المرتب بتاع اخر الشهر مأمن كل احتياجاتهم، لكن دايما بيتصدموا ان المرتب مش بيعرف يغطي حاجات كتير، وحاجات كتيرة ضرورية كمان، زي العلاج، انهم يعملوا مشروع مثلا، انهم يشتروا سكن جديد. ايلون ماسك لو خدنا ثروته وعملناها شريط هيلف الكرة الأرضية 200 مرة، وهيتبقى منهم شوية فكة. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.